وهنا بقى السؤال، ازاي نحقق احنا كمان ال1% بتاعتنا بالعادة اليومية المتكررة؟ اول حاجة التصميم. انت هتصمم ان انت في حاجة معينة هتعملها بشكل يومي ومستمر. ما ينفعش النهارده انا هبدأ اذاكر، النهارده هقعد 8 10 ساعات هقعد اذاكر، لا، انا هظبط اموري ان انا كل يوم على الاقل في نص ساعة قبل ما انام لازم انا هقعد افتح الكتاب بتاعي. رقم اتنين هو التكرار. انت هتكرر العاده دي كل يوم مهما كان انت ظروفك ايه او مزاجك ايه، ما ينفعش ان انا اجلها، ولو لا قدر الله الاسوء الظروف في يوم ضاع اوعى تخلي اليوم اللي ورايا يضيع زيه. رقم ثلاثة وده الاهم، الصبر. ما تستعجلش ان انت تشوف نفسك ثابت لوقت طويل وما انتش شايف نتيجه، مش شايف ابجريدنج. الابجريدنج هيجي مع الوقت، اوعى تستعجل النتيجه. لما كنت بشتغل في الطب زمان كنت مثبت لنفسي كده ال1% بتاعت القراءة اليومية في الكتب بتاعتي اللي ليها علاقة بشغلي. بعد كده لما اشتغلت بقى في مجال التجارة والبيزنس بتاع المفروشات، كل يوم في وقت بقعد مع نفسي ما يزيدش عن تلت ساعة ورقة كده، وبقعد اكتب فيها الحاجات اللي انا عاوز اعملها واضيفها لمنتجاتي. حاليا انا عايز ال1% بتاعتي تكون ان انا كل يوم اقرا حاجة ولو صفحة واحدة عن تاريخ مصر. ان شاء الله ربنا يقدرني واعملها. قول لي بقى انت ال1% بتاعتك هتبقى ايه؟ ولا انت ايه الحاجة اللي انت عايز تبدأها بشكل مستدام وتكمل معاك على طول؟ اشوفكم على خير.